السلام عليكم أخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات وشيوات فاطمة الزهراء. غنقدم معكم هنا وصفة صحية متكاملة بجميع المسموحات اللي كيسمح بها نظام الطيبات. غادي نحضروا وجبة سهلة بمكوناتها سهلة وبطريقتها حتى هي سهلة كيف العادة. عندي هنا شوية ديال الشامبينيون، عندي كمية ديال الكفتة اللي كتبقى على حسب أفراد الأسرة. غادي نحضروا واحد طبق سهل ما كياخدش منا الوقت والمجهود. غناخدو شويه ديال الملحه نرشوها على الكفته، وغادي ندير شويه ديال الكمون اللي كيبقى اختياري. بالنسبه للطبق اللي فات دخلت عندي واحد الاخت قالت لي التوابل ماشي من المسموحات. انا عارفه هاد المساله، بالنسبه لي انا ما كنقدرش ناكل الكفته بلا ما تكون فيها شي نكهه. هذا علاش كندير يا اما القزبر يابس اولا الكمون. هنا درت الكمون، يعني ما درناش الحار، ما درناش الهريسه، ما درناش يعني بزاف ديال التوابل اللي ما مسموحاش ما درناهمش، بحال البزار سكينجبير والشي الاخر. شويه ديال الكمون باش ينكه لينا ما الدمجه. كيبقى لك الاختيار، بغيتي ديريه ديري، ما بغيتيش يمكن لك تستغني عليه وديري غير الملحه بوحدها. ورايكم يحترم، وشكرا لكم بزاف على المشاهده. خديت هنا واحد المقيله، درت رشيشه ديال الملحه ودرت طريف ديال الزبده. هذا ما غنديروش كامل، غنحيد منه حتى نبغي ندير الشامبينيو باش غنضيف الشيء الاخر. وفي هذا الاثناء انا مقطعه لك واحد الكميه ديال البطاطا مربعات ودايرها كتسلق. يعني هذيك المرحله ما بغيتش نشاركها معكم، كلشي كيعرف يسلق البطاطا بلا ما نطول عليكم الفيديو. غادي ندير الكميه ديالنا تشحر وتطلق ليدام ديالها، لان الكفته فيها واحد شويه ديال ليدام. مني غادي تطلق لينا ليدام ديالها ديال الكفته، غادي نضيفو شويه ديال الشامبينيون. بالنسبه للشامبينيون اللي عندكم طري غادي يكون احسن، ما عندكمش يمكن لكم تضيفوا شامبينيون معلب. الاخوات اللي ما كياكلوش الشامبينيون يستغناو عليه في هذه الوصفه. كنحاولوا اننا نشاركوا معكم وصفات اللي سهله وبسيطه وتكون مسموحه بالنسبه للاخوات اللي متبعين نظام الطيبات. الاخوات اللي ما متبعينش نظام الطيبات يمكن لهم يضيفوا الثومه والبصله يتشحروا مع شويه ديال الزبده مع الملحه مع البزار مع التوابل اللي كيبغيو، ويديروا هاد الاضافات كاملين. آه يمكن لهم يديروا الكفته، يديروا الشامبينيون مع البصله والشي الاخر. يعني هاد الوجبه هادي للنظام طيبات كتجي رائعه صراحه. غادي نسدو عليهم طنجره ونخليوهم ينسجموا مع بعضياتهم. والشامبينيون ينزل هنايا، الشامبينيون الكفته نزلوا طلقوا لينا واحد شويه ديال الماء. هنا في هذه المرحله ما بقيتش غادي نغطي عليهم، نخليهم يتشربوا شويه هذاك الماء اللي طلقوا. صراحه الطبق زوين وكيجي لذيذ. كما ذكرت معاكم، مني غادي يتشرب هذاك السوائل اللي طلقوا غادي نضيف البطاطا اللي سلقنا، حتى هي غنخليوها تنسجم مع هاد المكونات واحد 2 دقائق ولا 3 دقائق. الا وصلتوا حتى لهنا اخواتي ما تنسونيش من واحد اللايك تشجيعا لنا فضلا وليس امرا. شكرا لكم بزاف على المشاهده ديالكم. شكرا للاخوات اللي دخلوا عندي جداد القناه ديالي، كنقول لكم شكرا ومرحبا بكم. غادي ناخذ هنا واحد هنا غطيناها وخليناها منفسه باش ما تزيدش تطلق لينا الماء. غادي ناخذ واحد الاناء ندير واحد المعلقه ونص ديال القشطه، لان القشطه راه مسموحه في النظام. وغادي ندير واحد شويه ديال صلصه الصوجا الحلوه. الا بغيتو ديروا المالحه الخفيفه ديروها، انا هنا درت غير شويه. المهم نتوما كتحكموا في الصلصه على حسب النوع اللي عندكم.
انا هذه ما عنديش مالحه، عندي حلوه حلوه، ودرت شويه، ضفت واحد شويه ديال الملحه. وغادي نخلط هاد المكونات هادو. هنا غادي نزيد واحد شويه ديال الصلصه. صراحه طبق كيجي لذيذ بدون توابل بلا حتى شي حاجه، كيجي رائع. وغادي نضيفو هاد الصلصه هادي على المكونات. كما كتشوفوا السوائل ما بقاوش عندنا في المقله ديالنا. نضيفو الصلصه على هاد المكونات. وبالنسبه للفرomاج، انا عندي شيدر، نتوما يمكن لكم ديروا اي نوعيه متوفره عندكم مسموحه، ديروها من الفوق. في هاد الاثناء راه كلشي طايب، غادي غير يسيح لينا الفرماج. وغادي نطفيو على المقيله ديالنا. مقيله سهله وبسيطه، بلا بيض بلا حتى شي حاجه ما مذكوراش في نظام الطيبات. كنتمنى اخواتي يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وتخليو لي الاراء ديالكم كيف العاده، تبارطاجيو الفيديو باش تعملوا فائده. ومرحبا بالناس اللي غادي يدخلوا عندي القناه ديالي، مرحبا بالاخوات اللي اول مره غادي يشوفوا الفيديو ديالي. ديروا لي اشتراك، ديروا لي واحد لايك تشجيعا لنا باش نبقى نشارك معكم الوصفات اللي تابعه لنظام الطيبات. نعطيكم الافكار اللي كندير في المنزل ديالي نشاركها معكم، علاش لا. وغادي نخلي لكم في اخر الفيديو الوصفات اللي شاركت معكم قبل. بالنسبه للخبز ديال القمح، بالنسبه للكيك طيبات بدقيق القمح الكامل، والوجبه اللي حضرت معكم من قبل. وهذا هو الشكل النهائي ديال المقيله ديالنا. ما شاء الله كتجي رائعه، كتجي لذيذه، وتاكلوا فيها حتى تشبعوا، ما غاديش تضركم ان شاء الله. الاخوات المتبعين النظام مده طويله، خليوا لي الاراء ديالكم في التعاليق، النتيجه اللي بانت لكم بالنظام الطيبات. الى اللقاء، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده.